لا انا مش سامعاكم كويس، بس استاذ ياسر محرز المتحدث باسم جماعه الاخوان المسلمين، اهلا بيك استاذ ياسر، وتقول لنا اكتر حقيقه اللي بيحصل قدام مكتب الارشاد في المقطم. اهلا وسهلا. اهلا بيك، اتفضل. لا، هو الامر ببساطه شديده، انا كنت متواجد النهارده لغايه الساعه 4:30. كنت متواجد مع الساده الصحفيين، وحتى الوقت اللي انا كنت متواجد بيه كانت الامور هادئه تماما وما كانش فيه اي اشتباكات. بعد ما مشيت الحقيقه بفتره كده بعض الصحفيين اتصلوا بيا وقالوا ان في اشتباكات بتتم، او نوع من يعني من التعامل بيتم بين الشباب اللي جايين يرسموا جرافيتي وجايين يرسموا على حيطان مكتب الارشاد وبعض شباب الاخوان المتواجدين هناك. طبعا عايزين نأكد على امرين الحقيقه. الامر الاول ان حريه الراي والتظاهر السلمي مكفوله وكلنا بنؤيدها، انما الامر الاخر اللي عايزين نأكد عليه الحقيقه الموائمه السياسيه والحس الوطني. وزي ما تفضلت حضرتك، انا سمعت حضرتك قبل المداخله ان الناس زهقت خلاص، وما ينفعش ان احنا دلوقتي كل شويه نعمل احتكاكات ونعمل مشاحنات. فالحقيقه الناس اللي دعت الى هذا الامر الحقيقه يعني جانبها التوفيق والصواب. يعني انت حضرتك تخيلي ان انت تكوني قاعده كده في بيت حضرتك ويجي حد على الباب بتاع البيت بتاعك ويكتب سباب للوالد والوالده ولحضرتك ويعمل رسومات من هذا القبيل. طبعا هذا امر غير مقبول بالمره يعني، واحنا طبعا بنأسف لهذه الامور وبنتمنى ان القوى الوطنيه والثوريه كلها تكون على الحس الوطني. يعني من هنا الموقف ابتدى يا استاذ ياسر، انه كان في مجموعه من المتظاهرين والشباب كانوا عايزين يرسموا جرافيتي على سور المبنى الخاص بمقر الجماعه في المقطم، فمن هنا جه الاشتباك، انه شباب الاخوان اعترضوا على هذا المشهد وهذا الموقف فاشتبكوا مع بعض. دي المعلومات اللي وصلها، لان بقول لحضرتك انا حتى الساعه 4:30 انا كنت موجود هناك، ما كانش في اي حاجه، كنت واقف مع الزملاء الصحفيين. انما ده الكلام اللي وصل لي بعد ما مشيت من الناس اللي كانت موجوده هناك يعني. بس في اعتداء كمان، احنا عرفنا انه في اعتداء على عدد من الصحفيين. ما هو طبعا حضرتك للاسف الشديد ده ما بيحدث الهرج دوت وبيختلط الحابل بالنابل. انت عارف حضرتك ان الشباب سن ثوره وثوره، ده عايز يعبر عن رايه، وده شايف ان واحد جاي يعتدي على بيته، فبالتالي ممكن في هذا الاحتكاك تحدث امور كثيره. انما زي ما بقول لحضرتك كده محتاجين في الفتره ديت، وانا يعني باكد على كلام حضرتك وبحيي حضرتك في المقدمه اللي عملتيها قبل ما اخش المداخله، ان احنا يجب ان نرتقي جميعا عن هذه الممارسات، لان الشعب زهق والناس زهقت من كتر الاحتكاكات، ويجب ان يكون هناك موائمه سياسيه. ما ينفعش ان انا اروح لواحد لغايه بيته واجي ارسم على حيطانه وهيقعد ساكت. يعني ما كانش في اي تواجد استاذ ياسر لقوات الامن بحيث ان هي تقدر تفصل ما بين الجانبين؟ ما كانش في اي حد من قوات الامن موجود في محيط المقر؟ بص الحقيقه انا طبعا كان وانا ماشي كان في قوه، يعني كان في قوه موجوده وانا ماشي شويه، يعني كنت شايفها، واعتقد ان هم تدخلوا، بس ما اعرفش بقى هل تدخلوا مؤخرا بعد ما كانت الاشتباكات وقعت. انما وانا ماشي كان في قوه هناك مكلفه بالتامين. اللي انا عايز اقول لحضرتك ان بغض النظر احنا برضو مش عايزين نحمل الشرطه اكثر مما تحتمل. الحقيقه احنا محتاجين نشتغل على الاسباب الجذريه اللي بتؤدي لحدوث هذه الامور. يعني يجب ان احنا اما نيجي ننظم لفاعليه او حدث او تظاهره، الحقيقه محتاجين ان احنا نعلي المصلحه الوطنيه والمؤامه السياسيه. ما ينفعش ان انا اجي في مكان حد واجي ارسم على الحيطان وعلى الجدران واتوقع ان هو هيبقى سعيد قوي ان هو عمال يتشتم ويسب يعني. فدي امور محتاجه ان يبقى في صوت العقل وصوت الحكمه، وان يكون هناك اعلاء للمصلحه الوطنيه والعمل على تهدئه الشارع وعدم توفير الاسباب التي تؤدي الى مثل هذه الاشتباكات. طيب احنا عايزين نرجع للمشهد اللي هو قبل الاشتباكات استاذ ياسر، لانه النهارده عرفنا انه كان في وفد من حركه حماس بيزور مكتب الارشاد وعنده اجتماع مع المهندس خيرت الشاطر والمرشد العام للجماعه، ويمكن ده اللي خلى الناس وخلى المتظاهرين يتجمهروا خارج
المكتب، وعرفنا انه يعني هذا الاجتماع جه بعد الكلام اللي تردد عن انه هناك مجموعه بينتموا لحركه حماس هم اللي متورطين في مقتل الجنود المصريين في رفح في رمضان اللي فات. لا يعني دعينا بعد اذن حضرتك لا نخلط الاوراق. الدعوات للتظاهر امام مكتب الارشاد دي بقى لها فتره، وهم قالوا ان هم هيجوا امبارح وما جوش، وبعضهم جم النهارده. يعني الاستخدام حماس وادخالها في المشهد السياسي المصري هي دي احد المسلسلات المتواليه من التشويه، فعايزين نبتعد عن هذا الامر. يعني لا، الدعوات دي موجوده من قبل ما الناس تعرف ان في اجتماع لحماس النهارده. تمام. او في زياره من طيب حماس. اجتماع حماس يعني نفصل المشهدين ونروح لاجتماع حماس واللي حصل النهارده في هذا الاجتماع، لانه كان في حقيقه علامات استفهام وتعجب كتير حول هذا الاجتماع. يعني هذا الاجتماع مش من المفترض انه يكون مكانه هو جماعه الاخوان المسلمين او مكتب الارشاد، ولكن من المفترض انه يكون مكانه هو رئاسه الجمهوريه، باعتبار انه يعني هذا الموضوع بيمس جمهوريه مصر العربيه، فيجب ان يكون هذا الاجتماع ما بين من يمثل حركه حماس اللي هي دلوقتي المفروض انه في كلام انها متورطه على مقتل الجنود، مع رئيس الجمهوريه او مع مستشارين الرئيس او مع من يمثل مؤسسه الرئاسه. صحيح. خلينا يعني الكلام اللي انا حضرته لي ده انا بشارك حضرتك فيه، بس خلينا نفصل بين امرين، بين حماس التي تمثل الجهه الحاكمه في قطاع غزه الان، ودي مسارها ومنحاها في التعامل مع الجهات الحكوميه، وبين حركه حماس حركه المقاومه الاسلاميه التي ترتبط ارتباط وثيق بجماعه الاخوان المسلمين، وبتكون هناك زيارات وديه ودوريه للتشاور من هذا المنطلق. فالزياره التي تمت اليوم لم تكن في نطاق عمل سياسي يتعلق بسياده الدوله ومؤسسات الدوله، انما هي كانت زياره روتينيه تقوم بها حركه حماس كلما تسنت لها الظروف بزياره مصر. ودي على فكره حضرتك مش اول مره، يعني الموضوع ده معلن ومعروف يعني منذ فتره طويله. بس اكيد المره دي كانت مره مختلفه، لانه جايه يمكن تاني او ثالث يوم من الحديث عن هذه المعلومات وعن تورط عدد من الفلسطينيين في مقتل الجنود المصريين. يعني اكيد يعني الاجتماع المره دي كانت ليه طبيعه مختلفه وكانت ليه اجنده مختلفه. خليني بس اقول لحضرتك ان في بيان رسمي صدر من مكتب الارشاد بخصوص هذه الزياره وتم توزيعه على وكالات الانباء بيوضح الامور. انما اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان احنا يعني لدينا مشهد نود الا يتكرر مره اخرى في الايام القادمه، وهو الذهاب الى المناطق التي تؤدي الى حدوث احتكاكات. ده انا بناشد حضرتك وبناشد الساده المواطنين والحركات الثوريه والقوى الوطنيه جميعا، ونحن يعني نثمن الدور الذي تقوم به، ان احنا نعمل على تهدئه الشارع المصري ونعمل على تهدئه الجو العام، لان فعلا الشعب عانى كثيرا خلال هذه الفتره السابقه، واصبحت هناك تداعيات كثيره لهذا الامر بتنعكس بالسلب على. عيدكم معانا بس يا استاذ ياسر. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ياسر محرز المتحدث باسم جماعه الاخوان المسلمين، شكرا جزيلا على وجودك معانا. مش عارفين ده يمكن سبب الاشتباكات، ولا زي ما بيقول استاذ ياسر في دعوات اصلا للتظاهر امام مكتب الارشاد في المقطم، دعوات مستمره وبتبقى موجوده